هو انتوا ليه يا جماعة كلكم فجأة اتفقتوا تحولوا البلطجي او الصايع في الدراما الرمضانية الى شاعر عامية؟ طول الوقت بيتكلم بالوزن وبالقافية وعنده مخزون في الادب. ده هو اصلا ايه الادب؟ مش كده بقى بلطجي وصايع؟ يعني حتى الادب العادي اللي هو ما اسمهاش يمسك اسمها اتفضل ما بيفهمش فيه، انتوا خليتوه شاعر. يعني والله العظيم ما حلو اصلا، بعيدا عن اي حاجة وحشة. يعني انا لما الاقي مشهد واحد داخل على امه طالما خلفتيني يبقى تسكتي وتستحمليني، فامه تقول له اللي ما يعرفنيش يطلع مج من النيش، فابوهم يخش سك علي ليه اجيب لكم كركديه. انت في خيالك ان احنا متسلطنين طبعا دلوقتي وفي جورج وسوف في الخلفيه، احنا ودنا بتنزف ووحش احنا زي يعني. اكيد في جديد. يعني مش منطقي ان انت تطلع لي البلطجي اديب، هو وعيلته واهله كلهم اللي يشدد لهم. ولو ما قالش شعر يقول حكم. يعني 30 حلقة بيقول حكم تؤهله انه يمتلك دار نشر، ما يبقاش صايع ابدا عن النواصي. بالعكس بيتابع مؤلفاته. مش منطقية برضو. ازاي البلطجي حكيم؟ يعني هو بالعقل كده هو لازم اهبل وعبيط، مش كده بسبب عبط وهبل وضيع مستقبله فبقى بلطجي. فما تجيش انت تطلعهولي حكيم عشان مش حلوة. طب هو ليه جادد؟ طيب يعني هو ليه على طول بيتكلم كده وشه كده انا طلعان ثلاثة ونازلان ثلاثة مكانهم ويا عالم بقى الثلاثة دول؟ ليه جاد؟ مش انت 30 حلقة بتفهمني ان ده الوحيد في المنطقة اللي محدش يعرف يدوس له على طرف ومحدش يعرف يضايقه وبياخد حقه من بق الاسد ومن فك التخين طب ما ايه اللي زعله؟ ده انت اهو يعني وكل ما تعطل بقى ككاتب تجيبها لي في الدنيا بقى، اصل الدنيا هي ما الدنيا دي فيها ناس وانت لسه حالف ان ولا واحد من الناس دي يعرف يجي جنبه. مفيش اي منطق، مش وحش. والله ليه كلهم بيلبسوا نفس اللبس؟ احنا عند نفس الحلاق نفس الخط، الكرياتيف فيهم بيصبغ اصفر، ده اللي اشتغل على دور ورقه وقلم او راح قعد مع حد كبير. أه. ليه ما صدفتش مثلا ان بلطجي لابس نظاره نظر ونبررها دراميا ان هو عشان ابن شارع وراجل شواف كتر الشوف وجع له عينه فبقى لا مؤاخذه مثلا. يعني انا ومش شرط نضاره على فكره، انا بس بقول لك ان اكيد في جديد، اكيد دول بشر فمش كلهم نفس وتقعد بقى في البلطجي الصايع ده تخليهولي بقى دمه خفيف وابن نكته وبيقول افيهات لذيذه جدا فبيضحك. وفي سن الجدعنه برضه اللي ياخد باله منها، وبار الى حد ما باهله. واحلى واحده في الحته كلها بتحبه هو، مع ان في دكتور بقاله 8 سنين في نفس الحاره يموت يقول لها هاي مش عارف. فانا كواحد بقى ما بلغتش قاعد بتفرج على المسلسل ده اكيد مش هبقى عايز اطلع دكتور. انا هبقى عايز بقى اكون زيك كده، وتخلي بقى فعلا ده ياخد الواد الصغير تحت جناحه ويخليه زيه بدل ما ياخده يوديه الدرس اللي هو كاتت منه. بكلمك بالعقل اللي ربنا اداهولي عشان افكر بيه. انت خدته عشان ببلاش، استخدمه. مش هيحصل له استخدمه.